سامع خير كده عن دولة في أوروبا ونويت تروح لها وتهاجر هناك. طب سمعت من مين الكلام ده أصلا؟ ممكن من واحد صاحبك أو واحد قريبك أو واحد أصلا قاعد معاه على القهوة وما تعرفوش، قال لك البلد دي 10/10 والناس بتعمل فلوس هناك ملايين في خلال سنة. طبعا الكلام ده بياخدك وبتسرح في الأفكار وبترسم لنفسك أوهام وعربيات وشقق وعمارات وبتاخد قرارك خلاص مسافر. بس في الأصل أنت مش خلاص مسافر، لا، أنت خلاص مهاجر. وفي الآخر أول ما بتحط رجلك في البلد بتشوف الصدمة الحقيقية. إيه هي الصدمة؟ تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي الشباب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. أهلا بكم. طبعا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن فكرة الهجرة ومعنى كلمة هجرة بالظبط. النهاردة هنتكلم عن ازاي تختار دولة المهجر. ممكن تكون قاعد على قهوة مع واحد صاحبك يقول لك ده فلان صاحب فلان سافر وراح استقر في بلد زي النمسا مثلا او المجر، وانت ما تعرفش اي حاجة في اي حاجة، وبيقعد يحكي معاك وبتشربوا 50 كوباية شاي وانت قاعد مستمع ومعلش يعني عامل فيها فريد الأطرش، وبتقعدوا تحكوا ويحكي لك وانت رامي ودنك ومش فاهم اي حاجه في اي حاجه، وممكن تخلصوا 30 كوبايه شاي وانت قاعد مستمع وخلاص. يجيبك يمين وشمال ويقول لك ويفهمك ان قريبه ده بقى مليونير في سنه، ومع الاسف بتنوي على السفر وهو مش سفر، لا ده هي هجره. وهقول لك هجره فيما بعد وهتفهمها ازاي اتقلبت من سفر، لانك انت راجل رايح تقعد سنه او حتى 2 أو 5 سنين وراجع، وفي الآخر بتلاقي نفسك قضيت حياتك بره في دولة المهجر وممكن ما ترجعش غير أجازات وبس. عشان كده دايما بقولك اسمع كويس كلام الناس المجربة وما تسمعش كلام أي حد غير موثوق فيه، وبالأخص ده مستقبل، ده مش لعبة، ده مستقبلك، ولازم تفهم كويس قوي رجلك هتخطو فين وراحة في أي اتجاه. قبل ما نخش معاك وأقول لك إزاي تختار دولة المهجر وعلى أي أساس، تعالوا نشوف قصة أحمد، واحد صاحبي ما تعرفوش. احمد كان تاجر شاطر كويس جدا في بلده ومش محتاج اي حاجه ولا محتاج يسافر ولا حتى يهاجر. حصلت له ظروف صعبه في تجارته ومع الاسف اضطر ان هو يفكر في فكره السفر. فكر ان هو يروح الكويت ولا البحرين ولا الامارات، ولكن ربنا رزقه بواحد يسمع كلامه. احمد سمع كلام واحد صاحبه وقعدوا على القهوه يشربوا شاي. قال له انت خلاص يا صاحبي بتفكر في السفر؟ عليك وعلى فرنسا. قال له ماله، روح فرنسا، ده اوروبا جميله جدا وحكايات هناك والدنيا متقدمه قوي. قال له بس يعني هنروح لمين هناك وهنشتغل ايه؟ صاحبه رد عليه وقال له ما تقلقش من اي حاجه، انا ابن خالتي هناك عايش هناك بقاله سنه ومية والاوضاع هناك مستقره ومفيش اي مشاكل. احمد ساله وقال له طب هنروح نشتغل ايه هناك؟ يعني انا راجل تاجر ويعني هنشتغل ايه؟ قال له ما تقلقش من اي حاجه، لا هنشتغل في المقاولات. مقاولات؟ احنا ما نفهمش حاجه في المقاولات يا عم، هنشتغل ايه في المقاولات بالظبط؟ قال له بص، انا ابن خالتي مسافر هناك وقاعد وعايش بقاله سنه وعمل حوالي يعني في 12 شهر مليون جنيه. صاحبنا احمد سمع الكلام صدقه، وطبعا اي حد قدام الفلوس بيضعف، وخاصه لما يكونوا مليون جنيه في 12 شهر. وكمان اداله فرصه تانية وقال له لو ما اشتغلناش في المقاولات في شغل مطاعم هناك، وليا قريبي هيشغلنا في المطاعم وهتبقى تمام وهنملين يا عم. صديقنا احمد سمع الكلام وقال ولا الضالين امين. وعشان ما اطولش عليكم في القصة، صديقنا راح فرنسا ولا لقى مطعم، ولكن لقى ابن خالة الشخص موجود فعلا وقابله. وهنا كانت المفاجأة ان الشخص اللي بقاله سنة ده وعمل مليون جنيه في سنة ما عملش اي حاجة خالص غير ان هو عايش بياكل وبيشرب وخلاص. طب ازاي؟ طلع الاستاذ فشار وبيضحك على صاحبنا احمد وشرب الموضوع. وطلع ابن خالته اللي بيعمل مليون جنيه في السنة ده شغال عامل بيصنفر حيطان، نقاش يعني. وصاحبنا أحمد بعد ما ساب تجارته ومحلاته مضطر إن هو يكمل مشواره، وكمل مشواره ودي كانت أول صدمة اتصدمها في الغربة. عشان كده دايما بقولك خلي بالك كويس واسمع كلام الناس الموثوق فيها اللي هيكلموك بما يرضي الله ومش هيضلوك. دي كانت قصة سريعة كده بس بوضح لكم الأمور عشان مش أي حد يقعد معاك على القهوة ويشربك كوبايتين شاي تسمع كلامه وتمشي وراه. نخش في موضوعنا نمرة 1 في اختيار دولة المهجر. نمرة 1 عزيزي الشاب الجميل، اختيار دولة المهجر يكون على أساس الدين، دي نمرة 1.
يعني ايه على اساس الدين يا متر؟ هقول لك يعني ايه على اساس الدين. يعني تروح بلد ما يكونش فيها اضطهاد ديني. اضطهاد ديني يعني انت ما تعرفش تمارس امور دينك كويس، دي اهم حاجه، دي نمره واحد في اختيار دوله المهاجر. وهديك مثال على كده. ممكن تروح بلد يكونوا مانعين فيها مثلا انشاء الجوامع بكثره، تيجي انت بقى حضرتك تشتغل في مكان بعيد شويه، تيجي تصلي الجمعه ما تلاقيش مسجد تصلي فيه. طب ليه؟ يبقى انت تختار بلد فيها عدد من المسلمين كتير عشان تعرف تصلي وتعرف تمارس امور دينك بحريه. او ممكن تختار بلد يكون فيها اضطهاد من ناحيه مثلا الحجاب، زي البلد احنا عايشين فيها برضه. سنه 2008 عملوا قانون بمنع الحجاب للبنات في المدارس في المرحله الاعدادي والمرحله الثانويه. فدي برضه لازم تخلي بالك منها كويس، ان انت تختار بلد فيها حريه الدين، لان انت رايح بترسم مستقبل ليك، مش عارف ايه الامور اللي هتقابلك بعد كده. فلازم تعرف كويس ان انت رايح بلد فيها حريات، بلد تعرف تمارس فيها دينك كويس. ودي بالنسبة لناس كتير المفروض تكون نمرة واحد. نمرة واحد في اختيار دولة المهجر عرفناها، وهي على اساس الدين. ان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل نشوف ايه هي اسس اختيار دولة المهجر. ان شاء الله تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربنا يوفق الجميع.